في الفيديو ده هتعرف ازاي تحترف بابجي موبايل في اسرع وقت. انت بتفايت اي تيم، افتح ثغرة للفايت، والثغرة هنا ان وقعت واحد هبش على طول، مش هديله فرصة يرف. هنا بقى عايزك تركز، لان لو فضلت مكاني كانوا يعملوا عليا كماشة ويقتلوني. اوعى انك تدي فرصة للتيم اللي قدامك يعمل عليك كماشة. هنا برضو كانوا عايزين يحطوا، وانت بتطلع دايما من اي شباك خلي ايمك على المكان اللي هيطلع منه اللاعب. اوعى تركز مع الفينش، ايمك برضو على المكان اللي هيطلع منه اللاعب. فنشه عشان اسحب الاخير. بص يا غالي، الاخير دايما مندفع علشان يلحق سكواده. استقبله بيك في كراوتش وهتقتله او هتسحب نص دمه. نصيحة مني، ما تستعجلش في انك تخلص الفايت على طول. لما تكون مندمج هير وظبط امورك وانزل تاني. بالنسبة لصوتي ده علشان عندي برد. جي كنتوا بتنمجوا. يصحي اديله امك يا فايت لونج، اوعى تطلع بجسمك كله، وما تطلعش الا لو هتجيب حد، وكمان واثق في ايم. التاني معدي اوبن، فكر ان هو بيفايت سوسن تقريبا. بص يا اخويا، السموك مش كفر، فهي يعتبر حاجز وهمي، فانت ممكن تضرب فيها وتجيب حد. صاحبي هنا بيفايت سكواد تاني في البيت، فالمفروض ان انا اكون طرف تالت واعرف معلومات الاول قبل ما يخش. وطبعا يا اخويا مش محتاج اقول لك الريفلكس الجامد دوت يستاهل انك تدعمني بلايك وفولو وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك فيديو الحصري ان شاء الله. وانت داخل اي فايت خلي ايمك على المكان اللي ممكن يطلع منه حد واضرب بيه الفايت. هو واحد لوحده ومتوحر، استنى يخلص طلقه على الهادي خالص وهدخل اجيبه. وانت في مباني سكول ما تمسكش اي اوضه، خليك واقف الوقفه ديت واستنى اللي داخل اعمل عليه بروفايل، وخلي ايمك على الهيد. ركز هنا، هغير مقعد عشان انزل من الناحيه التانية. زي ما قلنا قبل كده، اضرب في المكان اللي ممكن يطلع منه حد. ركز يا اخويا، دلوقتي هنا ضمي نقطة وهو بيبوش عليا مندفع. في بيت بوشينك دوت في احتمالين للفايت. الاول ان الخصم يبوش عليك مندفع وده تستقبله بضج يمين وشمال، مع انك تخلي ايمك في الهيد شوت. الاحتمال التاني ان هو يكون داخل من الشباك اللي على اليمين، وهنا انت هتنزل تسحبه اكنك هترجع للسلم. حد ماسك سلم عليك، قبل ما يطلع جامب شمال وبعدها اعكس حركة هتجيبه ايزي. لو وصلت لحد هنا حابب اشكرك انك كملت الفيديو للاخر، وما تنساش تسيب لايك وسبسكرايب للقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبرضه ما تنساش تكتب رأيك في كومنت وايه المشاكل اللي بتواجهك في لعبة بابجي وانا هحاول احلها.